قبل ما نبدأ حلقتنا يلا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلم في ثواني بلس علشان تتابعوا معانا كل جديد كل يوم. ويلا بينا نبدأ المسلسل. بتبدأ حكايتنا في مدرسة ثانوي اسمها ميونج للتنمر، وبنعرف إنها واخدة جايزة أفضل مدرسة سنتين على التوالي، وبيكون واضح إن كل الموجودين في المدرسة فرحانين ومبسوطين. ورا الكواليس بتكون الحقيقة مرعبة، وبنشوف عربية بتوصل للمدرسة وبينزل منها طالب اسمه سو كانج، وبنلاحظ إن كل الطلاب بيخافوا منه وبيعملوا له ألف حساب. وبعدها بنشوف شلة طلاب متنمرين بيتسلوا على طالب اسمه هونج جين لحد ما بيفقد الوعي، وبيحبسوه وبيرموا له أكل، وسو بيكون رئيس الشلة وواضح إنه مبسوط جدا. وتاني يوم بنشوف بنت من شلة سو اسمها مينج وهي بتضرب هونج، وكانج بيكون مبسوط وبيسجل اللي بيحصل من خلال مايك الإذاعة المدرسية، والطلاب بيكونوا سامعين وخايفين، وبنكتشف إن المدرسين سامعين وشايفين اللي بيحصل ومفيش أي حد بيتدخل. وبعدها بنشوف مدرسة جديدة شغالة بتعاقد 3 شهور في المدرسة، وبنعرف إن اسمها سيمين، وبتكون لابسة وش البراءة وبتتعامل مع زمايلها بكل احترام. وبتروح لواحدة صاحبتها اسمها لي وبتقف معاها، لكن بيعدي من جنبها مدير المدرسة وبيتحرش بيها بالكلام ومش بتدي رد فعل، لكن لي بتوقفه. فبيسأل سيمين لو في مشكلة، لكنها بتقول له لا، ومن جواها بتشتمه في سرها وبتعدي الموقف. وبنشوف سيمين وهي في الحمام ومتعصبة وبتبعت مسجات لصاحبها وبتحكي له اللي حصل علشان يواسيها، لكن للأسف بيكون مشغول ومش بيشوف رسايلها. وبتحاول سيمين تهدي نفسها عشان تكمل في شغلها الجديد من غير مشاكل، لكن بتسمع واحدة من المدرسين بتسأل لي لو قالت لسيمين عن مكتبها وإنها تعينت مؤقتا مكان المدرسة اللي انتحرت، فبترفض تحكي لها لأنها ممكن يغمى عليها. وسيمين بتكون سامعة وبتدور على الموضوع، وبتكتشف إن المدرسة اللي كانت قبلها انتحرت بسبب تنمر طالب، فبتتصدم، لكن بيقطع تفكيرها إن لي بترن عليها، وبتسمع صوت موبايلها في الحمام، وبتطلع سيمين وهي حاطة الايربودز في ودنها وبتمثل إنها ما سمعتش حاجة، وبتسألها لو كانت بتدور عليها، لكن لي بتاخدها المكان لوحدهم وبتوريها فيديو لسو وشلته وهما بيتنمروا على ست عجوزة بتبيع كمباب في الشارع، وبيرموا لها كل الأكل وبيستهزئوا بيها. وسيمين بتتصدم، ولي بتعرفها إن الست عملت محضر في سو، لكن الشرطة ما قدرتش تعمل له حاجة، وبتحكي لها إن سو رغم إنه بالغ إلا إنه عنيف من صغره وبيضرب زمايله، ونقل من مدرسته لأنه ضرب طالب لدرجة الموت، وبتطلب منها تتظاهر بالعكس ومهما تشوف لحد ما تتعين بشكل دايم، وبتحذرها تدخل في أي مشاكل للطلاب. وسيمين بتوعدها تسمع كلامها وما تتدخلش، ومن جواها بيكون العكس. وبعد ما بتخلص شغلها بتروح لصالة الألعاب الرياضية بتاعت أبوها وبتطلع كل طاقتها في الملاكمة، وبيجي صاحبها جونج وبيطلب منها تتمرن معاه، وبعدها بيتعشوا سوا، وجونج بيقول لها إن مهاراتها استثنائية في التايكوندو والهابكيدو، والمفروض تكون ملاكمة مشهورة وتكسب ميدالية ذهبية. فبتعرفوا إنها تخلت عن حلمها واشتغلت مدرسة، لكنه بيسألها عن أبوها وليه مش بيشوفه، فبتعرفوا إنها تخلت عن حلمها بسببه لأنه مضى على قرض وكان مديون بمبلغ كبير، لكن جونج بيقول لها إنها شكل أبوها في كل حاجة وما بتحبش تسكت عن الغلط. وبعدها سيمين بتكون مروحة وبتلمح قناع قط وبيعجبها جدا وبتاخده وبتمشي، وفي طريقها بتشوف الست العجوزة اللي بتبيع الكمباب، وواحدة صاحبة محل بتطردها وبتصعب عليها جدا، وبتروح لها وبتشتري منها كل الكمباب اللي معاها وبتكبر بخاطرها، والست بتشكرها. وبتروح سيمين لبيتها وبتقعد مع نفسها، وبيمر شريط حياتها قدام عينيها، وبتفتكر اللحظة اللي اتخلت فيها عن حلم الملاكمة، وبتقرر تركز في شغلها وحياتها. وتاني يوم بتروح المدرسة وبتسلم على كل الطلاب، وبتعدي من جنب الطلاب اللي بيدخنوا وبتمثل انها مش شايفة، وبتتوعد لهم توريهم الوش التاني لما تتثبت. وبعدها بتعدي من الطرقة وبتشوف سو هو مغمي وش هونج بكيس، وبتكون هتدخل لكن بتفتكر كلام ليه وبتستخبى وبتقول انها ملهاش دعوة، وبتقرر تتفرج من بعيد. وبتلاقي سو بيضرب هونج ضربة قوية وبيوقعه على الارض، وبنلاحظ ان سو مغطي الكاميرا علشان ما يثبتش دليل عليه. وسيمين لما بتشوف المنظر بتقرر تتدخل، لكن بيظهر طالب اسمه اونج جين وبيمنعها وبيقول لها انها هتعرض نفسها للخطر، وبيحكي لها ان عيلة سو واصلة جدا وليها علاقة مع مركز إدارة المدرسة، وان ابوه ضابط وامه محامية. وسو بيستعد علشان يوجه ضربة قوية لهونج، لكن سيمين بتقرر تتدخل وبتمثل انها بتتكلم في الموبايل، وبتوقع سو وبتقع معاه، وبتتظاهر ان اللي حصل صدفة، وبتقوم وبتسألهم بيعملوا ايه في الممر، وبتشيل الكيس من على وش هونج وبتقوله انها كانت فاكراه ولد محترم، وبتطلب منه يروح الفصل لان الفسحة خلصت. وبتبص ليو وبتسأله لو اتصاب ومحتاج يروح للمستشفى، وبتطلب منه ياخد حذره وهو بيلعب في الممر. وبتمشي وسو عينه بتطق شرار، وبيسأل شلته مين البنت دي، وواحد منهم
وبيعرفوا إنها المدرسة الجديدة اللي جابوها مكان المدرسة اللي انتحرت بسببه. وسو لما بيسمع الكلمة دي بيتعصب وبيضرب صاحبه وبيحذره يتكلم كده تاني. وبالليل أونج بيتدرب على الملاكمة مع صاحب المطعم اللي شغال فيه، وبنكتشف إن صاحب المطعم هو نفسه أبو سيمين، وأونج مش بيكون عارف. ووالد سيمين بيحكي له إنه درب ناس كتير من ضمنهم حد كان هيتشهر لكن اتخلى عن حلمه بسبب أبوه، وبيكون قصده على بنته، وبيقول له إنه لازم يظهر الحق. وفي نفس الوقت ده بنشوف هونج بيتدرب على الملاكمة وبيكون منهار. وتاني يوم سيمين بتروح المدرسة وبتلاحظ إن هونج زعلان، وبتاخده في جنبه وبتقعد معاه وبتسأله لو اشتكى في شؤون الطلبة، فبيقول لها إنهم نصحوه ينقل من المدرسة. وسيمين بتتصدم من رد فعلهم، لكن هونج بيعرفها إن محدش يقدر يلمس سو، وبيقول لها إن المدرسين اللي عارفينه ساكتين متعاونين معاه، وبيطلب منها تساعده. وبيقول لها إنه لما اشتكى سو رجع يضربه أكتر من الأول، وكان في طالب اسمه ميو بيصوره علشان يضايقه. لكن سيمين بتسأله ليه ما ينقلش من المدرسة، فبيعرفها إنه مش هينقل، وبيقول لها إن الغلطان هو اللي المفروض يتعاقب وهو ما عملش حاجة. وبيعيطوا وبنكتشف إن في طلاب من شلة سو بيصوروهم علشان يضايقوهم. وبنشوف سيمين وهي بتحكي ليه عن اللي بيحصل لهونج والتنمر اللي بيتعرض له، لكن ليه بتحذرها إنها لو اتدخلت هيطردوها من الوظيفة. وسيمين بترجع للبيت ومعاها أكل من اللي والدة سو وزعته على المدرسين عشان ترشيهم ويداروا على ابنها. وسيمين بتاكل وبتقرر ما تتدخلش، لكن بتفتكر لما خسرت بطولة الملاكمة وأبوها هزقها وقال لها إنه متبري منها، وبترجع للواقع وبتقرر ما تسكتش عن الحق. وتاني يوم بتروح لسو وبتسأله لو ينفع تتكلم معاه، لكنه بيكلمها بطريقة قليلة الأدب، فمش بتهتم وبتنصحه يتعامل مع زمايله بطريقة كويسة. وبتسأله لو بيتنمر على زمايله بقصد، فبيتعصب وبيكون هيضربها، لكن بيمسك نفسه على آخر لحظة وبيقرب منها وبيقول لها غوري، وبينفخ دخان السيجارة في وشها وبتمشي. وبعدها بيرن تليفون المدرسين كلهم في نفس الوقت، وبيكون بلاغ متقدم ضد سو من مكافحة التنمر الخاصة بوزارة التربية والتعليم. وبيجي مدير المدرسة وهو متعصب وبيسأل مين اللي بلغ، وسيمين بتكون خايفة لأن هي اللي بلغت. وفي نفس الوقت ده بتوصل والدة سو والمدرسة بتتقلب، وبتدخل لأوضة المدرسين وبتسألهم ليه بيكرهوا ابنها وعايزين يأذوه، وبتطلب من اللي بلغ يظهر قدامها. والمحامي بتاعها بيقول إن نشر الإشاعات والتشهير بيعاقب عليه القانون ب5 سنين حبس وغرامة 10,000 دولار، وبيعرفوا منهم هيحلوا بالود مع اللي عمل كده. لكن ليه بتتجرأ وبتعرفوا إن المعلومات اللي متبلغ بيها لو طلعت صح مش هيتنفذ الحكم، فبيقول لها إن مفيش دليل على موكله. وبيعرف والدة سو إنه هيعمل محضر، فبتتعصب وبتضربه وبتسأل ليه لو هي اللي عملت كده تاني، وبتفكرها إنهم المرة اللي فاتت حلوها ودي، وبتسألها لو عايزة تترفد، لكن ليه بتقول لها إنها ما عملتش حاجة. والمدير بيحاول يتدخل، لكن أم سو بتهزقه وبتأمره يجيب لها اللي عمل البلاغ لو عايز يمسك منصب المدير السنة الجاية، فبيسأل مين اللي بلغ. وسيمين بتركع لها وبتعترف إن هي، وبتعتذر. وأم سو بتسألها مين أنتي، وبتقلل منها وبتقول لها إنها ملهاش قيمة، وبتضربها وبتأمر المدير يطردها. لكن سيمين بتعتذر وبتوعدها إنها مش هتعمل كده تاني. وسو بيكون مع هونج وبيوريه ذل المدرسة بتاعته اللي بتدافع عنه، وبيهينه وبيهدده إنه مش هيهرب منه. وبعدها سو بيسأل المدير هيعمل إيه مع سيمين، فبيعرفه إنه هيطردها، لكن سو بيرفض وبيقرب من المدير. وأم سو بتيجي تتكلم، فبيبص لها وبتسكت، وبيكون واضح إنها خايفة منه ومش قادرة عليه. وسو بيضرب المدير وبيأمره ما يطردهاش عشان يتسلى عليها، وبيوافق. وبعدها سيمين بتكون قاعدة حزينة، وبيجي لها جونج وبتحكي له اللي حصل، وبتطلب منه يشوف دليل ويحبس سو، فبيعرفها إن الموضوع متعقد ومفيش دليل على سو، وهونج لو بلغ عليه من غير دليل هيتحبس بتهمة التشهير. لكن سيمين بتتعصب وبتضربه، وبتسأله ليه ما يحميش الضعيف بما إنه ضابط شرطة، فبيسألها لو فاكرة إن الشرطة تقدر تعمل كل حاجة، وبيقول لها إن لو في إيده حاجة كان هيحمي العالم كله. وأبو سيمين بيقابلها وبيلاحظ إنها زعلانة، وبيسألها لو عندها مشكلة، وبيطلب منها تحكي له، لكنها بتتعصب عليه وبتطلب منه يخليه في حاله، وبتمشي. وبعدها بتكون في المطعم وقاعدة حزينة وبتاكل، لكن بيجي لها سو هو وشلته وبيتسلوا عليها. وسو بيسألها لو مبسوطة باللي وصلت له لما دفعت عن هونج، وواحد تاني بيسألها لو هي في علاقة مع هونج علشان كده بتدافع عنه، وبيوريها الصورة اللي صورها لها لما كانت قاعدة معاه. وسو بيطلب منها تديه رقمها ويرتبطوا وتكون حبيبته، وبيقول لها ان هو اللي رفض انها تطرد عشان يتسلى عليها، فبتتعصب وبتقوم علشان تمشي. لكن سو بيمسكها بالعافية وبيأمرها تسمع كلامه وهيخليها تتعين بشكل دايم، وبيقول لها انه يقدر يعمل اي حاجة. واصحابه بيصوروها علشان يضايقوها بالصور، لكنها بتتعصب وبتقوم. وصاحبة المحل بتسألها لو كويسة، فبتطمنها عليها. وسو قبل ما يمشي بيحذرها تخليها في حالها عشان ملهاش فرص تانية. وسيمين بتفتكر لما ليه حذرتها من سو وطلبت منها تغمض عينها وتتظاهر انها مش شايفة اللي بيحصل، وبتوافق. وبعدها بتكون ماشية في الشارع وبتخبط في شخص غريب بالغلط وبتعتذر بكل هدوء، لكن بيظهر انه راجل مطرطش وهبة منه على الاخر، وبيضربها وبيهزقها وبيسألها لو عامية. وسيمين بتسأل نفسها لو غلطانة، ولو غلطانة ايه الغلط اللي عملته، وايه الذنب اللي هونج عمله علشان يوصل للمرحلة دي من التنمر. وبتقول ان في حدود لازم نلتزم بيها، وبتقرر ما تسكتش
تعرفش عن الحق، والراجل بيكون هيضربها لكن بيطفح بيها الكيل، وبتستخدم مهاراتها في الملاكمة وبتضربه ضربة قوية بتوقعه على الأرض لدرجة إنه بيفقد الوعي. وبعدها سو بيكون في الملعب وبيخبط في واحد من مدرسة تانية وهو بيلعب كرة سلة، والشخص ده بيعتذر له لكن سو بيهزقه. وفي الوقت ده بيوصل هونج بأوردر أكل لمكان الملعب، ولما بيشوف سو بيمشي وسو شلته بيهاجموا الفريق التاني وبيضربوهم، وسيمين بتكون موجودة وشايفاهم وبتلبس قناع القطة وبتقول إن اللي غلطان لازم يكفر عن ذنبه. وبتروح للملعب وهي لابسة قناع القطة وبتضرب سو ضربة قوية بتوقعه على الأرض، لكنه بيقوم وبيسألها مين انتي، ومش بتهتم وبتنزل فيه ضرب، وبيتعصب وبيهاجمها لكنها بتضربه وشلته بيتصدموا إن في حد قادر عليه. وسو بيحاول يضربها لكنها بتعجزه وبتوقعه وبتشتبك معاه وبتضربه ضربة قوية بتدوخه، والشرطة بتيجي ولما الكل بيسمع صوت سرينة الشرطة بيخافوا وبيهربوا. وجونج بيشوف قناع القطة وبيعرف إنها صاحبته، وبعدها سيمين بتخلع القناع وبتكون مبسوطة إنها رجعت حق كل اللي سو ظلمهم وتنمر عليهم. وبنكتشف إن هونج شايفها وبيفرح إن المدرسة بتاعته هي القطة المقنعة. وتاني يوم بتوصل سيمين للمدرسة وبتسمع المدرسين بيقولوا إن سو يستاهل يتضرب أكتر من كده، فبتروح وبتسأل إيه اللي بيحصل، وبيحكوا لها. وليه بتسألها لو مش فرحانة، فبتلبس وش البراءة وبتعرفها إن مفيش مدرسة هتفرح في طالب بيتعرض للضرب، وبتسأل مين ضربه، فبتقول لها ليه إنه راجل لابس قناع قط. وسيمين بتمثل إنها مصدومة. وفي الفصول الخبر بيوصل لكل الطلاب واللي خايفين من سو بيكونوا فرحانين جدا فيه. وبيوصل سو للمدرسة وبيدخل الفصل وبيلاقي حد راسم له قطة على الكرسي، فبيتعصب وبيرمي الكرسي وبيسأل مين عمل كده، لكن ني بتتدخل وبتسأل إيه اللي بيحصل، وبتقول له يبدل الكرسي وبتأمره ما يعملش دوشة على الصبح لأن المدرسة للتعليم مش للمشاكل. فبيستهزأ بكلامها وبيبص لها وبيمشي، ودي بتستغرب إنها قدرت تقف قصاده. وبعدها سو بيكون سايق عربيته بكل غضب، لكن صحابه بيحاولوا يهدوه لأنه سايق على سرعة عالية وممكن يتعمل له مخالفة، فبيعرفهم إن محدش يقدر يقف قصاده. وبيسأل مين اللي ورا قناع القطة، لكن واحد من شلته بيعرفه إنه مش حد من المدرسة أو من فريق الكرة اللي كان معاهم في الملعب، فبيتعصب وبيضربه. لكن واحد تاني بيقترح عليه يجيبوا هونج ويتسلوا عليه، فبيوافق. وعند هونج بيكون في المطعم وبيحكي للمدرب بتاعه اللي هو أبو سيمين إن المدرسة مقلوبة بسبب القطة المقنعة اللي هي المدرسة بتاعته واسمها سيمين، فبيصدموا المدرب إنها بنته والملاكمة اللي دربها. لكن هونج بيسأله لو حياتها اتدمرت بسببه. وفي نفس الوقت ده جونج بيروح لسيمين وبيقول لها عرفتك من ظهرك، وبيسألها ازاي تضرب طالب عندها وتعنفه بالشكل ده، فبتعرفوا انها كانت بتعلمه درس وبتحقق العدالة، لكنه بيطلب منها ما تعملش كده تاني لانه بيحبها وخايف عليها تتأذي، وبينصحها تعيش حياة هادية. فبتسأله لو الماسك حلو عليها، لكنه بيشده منها وبيقطعه، فبتتعصب وبتتجنن عليه وبتضربه. وبعدها بتوديه للخياطة علشان تصلحه لها. وبعدها بنشوف سو شلته وهما بيتنمروا على هونج وبيعذبوه ومقلعينه هدومه ومغميين وشه وبيصوروه وبيأمروه يجيب لهم اكل من المطعم. وهونج بيمشي في الشارع وهو عريان وبيجري وبيروح لأونج، فبيتصدم من الحالة اللي صاحبه وصل لها وبيقرر يروح لسيمين. وسيمين بتقرر توقف اللي بتعمله وبتكون هتحرق القناع، لكن بيجي أونج وبيمنعها وبيحكي لها ان هونج اتعرض للتنمر من سو وشلته وانهم قلعوه هدومه، وبيقول لها على المكان اللي موجودين فيه، وبيديها الجاكيت بتاعه وبيحكي لها انه عارف كل حاجة وهو اللي اتصل بالشرطة ونشر الأخبار عن القطة المقنعة، وبيتوسل لها تساعدهم. وهونج بياخد الأكل وبيلمح آلة حادة وبياخدها وبيطلع يجري. وعند سو بتكون مينجا قاعدة معاه وبتوريه الفيديوهات اللي صورتها لهونج وهم بيتنمروا عليه، فبيفرح بيها وبيقول لها انه هينشرها. وبتمشي وهي بتشتمه وبيكون واضح ان من جواها بتكرهه. وبتوصل سيمين وهي لابسه القناع واصحاب سو بيشاوروا له عليها، فبيقوم لها وهو ماسك كرة بلياردو وبيجي يحدفها عليها بكل غل، لكنها بتفلت والكرة بتكسر الازاز. وسو بيقول لها انه هيقلعها القناع ويعرف هويتها، وبيكون مجهز نفسه وبيضربها بكل قوته، لكنها بتفلت منه ومش بتسمح له يكشف وشها وبتضربه ضربه قويه. وبتلاحظ ان هونج جه ومعاه آلة حادة وبتفهم انه عايز يقتل سو وهيضيع مستقبله، فبتتدخل وبتمنعه وبتتصاب بدل سو. وهونج بيقع على الارض وبينهار. وسيمين بتمشي وبعدها بتكون في المستشفى، والدكتوره بتعرف ابوها ان الاصابه كانت جنب الشريان وشويه وهتفوق. وفي المطعم بتوصل الست العجوزه اللي بتبيع الكيمباب وبتنادي على هونج، وبنكتشف انها جدته وبتروح له وبتطمن عليه وبتحضنه. وبتفوق سيمين وجونج بيسالها لو كويسه، وابوها بيسالها ليه ما طلبتش الشرطه، فبتعرفوا انها مش عايزه هونج يتاذي. وابوها بيبص لقناع القطه. وعند سو بيستغرب ان القط المقنع انقذه رغم انه جاي يضربه، لكن بيقطع تفكيره دخول شخص تاني لابس نفس قناع القطه، فبيساله مين انت، وبيقول له ان القط الشجاع، لكن للاسف بيرجع للمستشفى وهو مضروب من سو وبيتغلب عليه لانه كبر في السن. وسيمين بتقرر تخرج من المستشفى علشان ما تغيبش من المدرسه وتكون جنب هونج. وفي طريقها بتشوف ابوها وبتسال جونج عن اللي حصل له، وبيقول لها انه راح يجيب حقها من سو، فبتتعصب وبتيجي تمشي بتقابل ليه وبتداري الجرح اللي في ايديها، وبتحكي لها ان ابوها اتصاب وجايه معاه، وبتسالها جايه ليه، فبتعرفها انها بتعتني باختها المريضه
إنها مش متجوزة، ووالد سيمين بيقول لها إنه برضه مش متجوز، وبيكون واضح إن في إعجاب بينهم، لكن ليه بتستأذن وتمشي. وفي الطريق أبو سيمين بيرجع لورا شوية، وبالذات يوم بطولة الملاكمة لما سيمين كانت عاملة أداء ممتاز لكنها سابت البطولة بمزاجها، وساعتها سألها ليه سابت البنت تضربها، فبتفتكر إن الجيم بتاع أبوها والبيت هيتحجز عليهم في المزاد بسبب الديون، ورغم كده أبوها هزقها وقال لها إنها صغيرة عشان تقدم تنازلات، وبيعرفها إنه متبري منها واعتبرها ماتت. وبيرجع للواقع وبيقول لها إنها اتخلت عن حلمها علشانه، وبيعتذر لها إنه جه عليها، وبيعيطوا هما الاتنين، لكن سيمين بتطلب منه ما يتكلمش عن الماضي. وتاني يوم بيوصل سو للمدرسة وشلته بيقولوا للطلاب إن أي حد متصاب في إيده هو القط المقنع، وأي حد هيساعدهم يلاقوه هيدوله فلوس. وبيبدأوا يفحصوا إيد الطلبة، وسو بيمسك بنته وبيسحلها من شعرها قدام كل المدرسة كرسالة تهديد واضحة علشان القط يظهر. وبتوصل سيمين للمدرسة وليه بتبلغها إنها تتعين كمدرسة ثابتة وبتبارك لها، فبتفرح وتشكرها. وشلة سو بيعرفوه إنهم فحصوا الطلبة كلهم وملاقوش أي حد مصاب، فبيتعصب لكنه بيشوف سيمين وهي ماشية في الطريق، وبيكون طالب هيخبطها لكنها بتتفادى بسهولة، وبتكون نفس حركات القط المقنع، وبيفهم إن هي القط المقنع. وبعدها سيمين بتكون في مكتبها وبتبلغ أبوها بخبر تعيينها بدوام كامل، لكن بتلاحظ إن في حد في المكتب، وبتقفل وبيجي لها سو وبيقول لها إنه لقاها وبيعرفها إنها أنقذته علشان خايفة على مستقبل هونج، وبيهددها إنه هيقتلها، وبيغطي وشها وبيلاحظ إعلان المهرجان السنوي للمدرسة، وبيأمرها تخلي هونج يجي المهرجان بدل ما يحبسه بالفيديو اللي كان هيقتله فيه. وفي المنافسة واحد بس اللي هيطلع عايش، فبتسأله لو مش حاسس بالذنب على أفعاله، لكنه بيقول لها إن اللي زيها هي وهونج ما يستحقوش يعيشوا. وبعدها سيمين بتروح للفصل ومش بتلاقي هونج موجود، وبتكتشف إنه هينقل من المدرسة، وبتدور على عنوانه وبتروح له، وبتخبط وبتقول إنها مدرسة هونج، وبتلاقي الست العجوزة بتفتح لها وبتسلم عليها، والجدة بتتوسل لها تنقذ حفيدها لأنه بيستحمل التنمر علشان يحميها، فبتطمنها. وبنشوف هونج وهو واقع على سطح المبنى وبيكون على حافة الانتحار، لكن سيمين بتسجله وبتعتذر له إنها خذلته، لكنه بيحكي لها إنه سأل سو ليه بيأذيه، وقال له إنه بيعمل كده بغرض المتعة، وبيحكي لها إنه جه يدافع عن جدته، لكن سو ضربه ضرب مبرح وخلاه ياكل الأكل اللي مرمي على الأرض، وبيقول لسيمين إن جدته هي اللي باقياله، وبيعرفها إنه أذى شخص بالغلط، فبتحضنه وبتعرفه إنه ملوش ذنب والشخص اللي اتصاب كويس، وبتقول له إنهم لازم يتغلبوا على سو، وبتطلب منه يحضر المهرجان السنوي للمدرسة. وبيجي يوم المهرجان والطلاب بيسألوا لو القط المقنع هيجي، فبيقول لهم أونج إن كلهم القط المقنع والشر عمره ما هينتصر على الخير، وبيوزع أقنعة كتير على شكل قطة للطلاب. وبتيجي سيمين وبيعرفها إنه صمم الأقنعة علشان يدعمها، وبيقول لها إنه كان الضحية الأولى الكانج قبل هونج، وبيعرفها إنها بطلتهم وفخورين بيها، وبيمشي. وبيبدأ المهرجان والطلاب كلهم بيكونوا متحمسين، وصحاب سيمين بيباركوا لها على التعيين، وبتشكرهم، وواحدة منهم بتسألهم يفتكروا مين هيفوز وهل القط هيظهر أصلا، وليه بتقول لسيمين إنها تتمنى القط يظهر لأنه بيفكرها بنفسها وهي صغيرة، وسيمين بتشوف نفسها وهي صغيرة وبيمر شريط حياتها قدامها، وبتقرر تفوز وما تستسلمش أبدا. وبنشوف سو هو بيتدرب وبيجهز نفسه للبطولة، وسيمين بتلبس وبتجهز وبتقول إن دي مجرد البداية والبطولة الأخيرة في حياتها، وبتلبس القناع. وسو بيوصل لحلبة الملاكمة وسط حماس كل طلاب المدرسة واهتافهم باسمه، وسيمين بتعدي من جنب هونج، وأونج بيجي لها وبيلبسها وشاح وبيقول لها إن جونج بعته لها، فبتبص لهونج وبتروح تحضنه، فبيفتكر لما سيمين حضنته وبيعرف إن هي القط المقنع، وأونج بيقول لها ما تخلعش القناع أبدا. وبتدخل سيمين الحلبة وسو بيبتسم بشر، وبيبدأوا المنافسة، وسو بيكون قوي جدا وبيوجه لها ضربات متتالية وبيوقعها، وبينزل عليها ضرب وبتمنعه، لكن بيغلبها وشعرها بيفك، والكل بيتصدم إن القط المقنع تبقى بنت مش ولد. وسو بيكمل عليها ضرب وبيكون مبسوط واستهتاف كل الموجودين باسم القطة المقنعة، وسو بيقومها لكنها بتضربه ضربات متتالية وبتوقعه، لكنه بيفلت وبيحاول يشيل القناع، وبيقول لها إنه هيدمر حياتها. وأبو سيمين بيحاول يشجعها، لكن سو بينزل فيها ضرب وبيشتمها، وهونج بيكون زعلان، وسيمين بتدعم نفسها وبتقرر ما تستسلمش، وسو بيستعد علشان يوجه لها ركلة قوية، لكنها بتفلت منه وبتستعرض مهاراتها في التايكوندو وبتوقعه، وبتقوم وبتنط في الهواء وبتضربه ضربة قوية، وسو بيتعصب وسيمين بتضربه وبتوقعه، وبتقول له إنها هتخليه يركع ويعتذر لكل الطلاب اللي اتنمر عليهم، وبتخلع القناع وسط ذهول الكل إنها المدرسة سيمين، وبتربط شعرها، والبنت مينج بتدعمها وبتنادي باسمها، وسيمين بتضرب سو في وشه وبيحاول يقاومها، لكنها بتضربه وبتعرفه إنها هتدفعه الثمن غالي، وبتكمل عليه ضرب وبتركب على كتفه وبتضربه، لكنه بيبعد، وبعدها بيجي يضربها فبتفلت والضربة بتيجي في الهواء، فبتضربه وبيقع، والمدير بيجي وبيطلب من سيمين توقف اللي بتعمله وتنزل بدل ما يلغي قرار تعيينها، لكن سو بيهزقه وبيأمره يمشي من وشه لأنه هيقتل سيمين،
سمين وبيقول لها انه لو قتلها مش هيحصل له حاجه لان اللعبه تعادل وعادي جدا لو قتلها، وبيجي يضربها بتضربه ضربات متتاليه لدرجه انه بيوقع المدير بالغلط وبيفقد الوعي، وبعدها بيستجمع قوته وبيضربها لكنها بتقوم وبتتغلب عليه بضربه قويه، وهونج بيفتكر انها وعدته تخلي سو يركع له ويعتذر له قدام كل الطلاب، وسيمين بتضرب سو وبتطيره قدام هونج وبيحاول يقوم وبتمنعه وبتأمره يعتذر لهونج وبتقول له انه لو ما حسش بالندم ما يبقاش انسان وانه خطر على المجتمع، وبتنصحه يعتذر لكنه بيشتم هونج فبيعرفه انه مش مستني اعتذاره وكفايه انه خسر قدام الكل، وبيمشي وسيمين بتكون ماشيه لكن سو بيجي من وراها وبيحاول يقتلها لكنها بتضربه وبيقع فاقد الوعي، وبعدها بتمشي وهي فخوره انها رجعت الحق لاصحابه، وبعدها هونج بيروح لاسم الشرطه وبيقدم محضر رسمي في سو، وسيمين بتكون معاه وبتطمنه، والمفاجاه ان البنت مينج بتيجي وبتبلغ عن سو وبتقدم الدليل اللي معاها والفيديوهات، والاعلان بينشر خبر القبض على سو وبيقولوا انه السبب في انتحار المدرسه بتاعته، وبيسالوه لو معترف بغلطه وناوي يعتذر لكنه بيقول لا، وسيمين بتستقيل من المدرسه وبنشوفها وهي بتدرب البنات في الجيم وكلهم بيكونوا مبسوطين، وبعدها بفتره بتقرا عن اعلان مطلوب فيه مدرسه للتعاقد في مدرسه ثانوي للتنمر اسمها شوي كانج، وبتقرر تروح تقدم، وبتوصل للمدرسه وبتيجي عربيه وبتنزل منها بنت بتتعامل مع ناس بنفس اسلوب سو، وبتشوف سيمين وبتبص لها بقرف، وبتدخل سيمين لمكتب التقديم للوظيفه وبيسالوها عن السبب لتقديمها على الوظيفه، فبتقول ان السبب الوحيد هو انها عايزه تعلم الطلاب المشاركه والتعاون، وواحده بتسالها هتعمل ايه لو شافت حد بيتظلم، وبنكتشف انها ليه، وبنعرف انها نائبه المدير، وسيمين بتقول لها بكل براءه انها مش هتتدخل وبيكون معاها قناع القطه ومستعده تربي اي طالب متنمر. لحد هنا بتخلص حلقتنا، سلام.